ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بصراحه فيديو مختلف شويه. قررت اجرب ترند كل يعني معظم الناس عملته وقالت عليه ان هو فكرته رائعه ومش عارفه ايه. فانا قررت ان انا اجازف واعمل المجازفه دي، ومش عارفه النتيجه بتاعتها تبقى ايه ومش متاكده من النتيجه. بس لو عايزين تعرفوا انا هعمل ايه في الفيديو تابعوا معايا لاخر الفيديو. بس قبل ما نتابع، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس اوعى تنسوا عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا نبدا الفيديو. ايه الحكايه يا اميره؟ حكايه النهارده ان انا قررت ان انا اعمل الترند ده واجرب معاكم الترند. ايه هو الترند يا اميره؟ هقول لكم ان انا احول البنطلون، يبقى موجود عندي بنطلون واحوله يبقى جيبه. طب ازاي ده؟ في ترند طالع اليومين دول ان انا امسك البنطلون اقصه واعمله بطريقه معينه كده يطلع جيبه. بصراحه مش متاكده من النتيجه ومش متخيلها قوي. هل هو هيطلع بعد ما يعني اظبطه هيطلع ضيق؟ هينفع البسه او البسها بقى ما هي بقت جيبه؟ هينفع البسها؟ هينفع انسق عليها اوتفيت؟ مش متاكده. فقررت ان انا اطلع بنطلون من عندي مش بلبسه قوي، او يعني هو لونه حلو وكل حاجه بس مش بلبسه بسبب طوله، لان بحس ان الطول بتاعه ولا هو قصير ولا هو طويل، واقف في حته كده مش مفهومه لها حاجه ومش بيليق على لبس. بحس انه حتى الرجل نازله واقفه كده. فانا قلت لا، انا ركناه مش بستغله. يلا بينا يا بت جازفي وما يهمكيش ونشوف الدنيا هتطلع فيها ايه. طالما كده كده مش بتلبسيه، جازفي وشوفي الدنيا هتطلع حلوه ولا هيطلع تجربه فاشله ولا ايه الدنيا فيها ايه. بس كده. فقررت ان انا اوديها عند الراجل. الحقيقه انا لو هعمل حاجه فيه فانا هقصه بالمقص كده، يعني اللي هو من تحت الرجل كده من هنا. بس غير كده انا هديه للراجل يكمله، والنتيجه مش متاكده زي ما قلت لكم منها. فعلى الله. فهنشوف مع بعض. تابعوا معايا لاخر الفيديو عشان نشوف النتيجه هتبقى شكلها عامل ازاي. نتيجه مرضيه ولا هاخده واستعوض ربنا فيه واقول يلا يا بت ما حصلش حاجه. فتابعوا معايا بس ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه، ونتفاجئ مع بعض من النتيجه. ولو النتيجه طلعت كويسه زي ما قلت لكم هعمل لكم عليه اوتفيت ونشوف ممكن نلبسه باي طريقه. لو ما طلعتش مرضيه حاجه اقول لكم ان الفيديو باظ يا ولاد والنتيجه طلعت مش مرضيه ومحدش يعمل كده تاني وانا جربت لكم وانتوا في غنى عن التجربه وشكرا على كده. بس لو مهتمين تعرفوا هنكمل مع بعض الفيديو. باي. طبعا مستنيين النتيجه. صدقوني انا لما دخلت الترند ده او التجربه دي على اساس ان 50% هتنجح التجربه و50% هتفشل. ما كنتش اتوقع ابدا ان ده اللي يحصل. طبعا كلكم مستنيين النتيجه زي انا. والله كنت قاعده قدام الراجل وهو بيعملها ومستنيه النتيجه وعماله اقول إيه دي هتطلع ضيقه، لا مش هتطلع مظبوطه، اكيد هيبقى شكلها مش حلو، ولا هتطلع حلوه. دماغي عماله تودي وتجيب لحين ما روحت بيها البيت وكانت الصدمه. بجد والله انا بالنسبه لي كانت صدمه. تعالوا شوفوا ايه اللي حصل. دي النتيجه بقى. والله ده كان بنطلون. وحياة ربنا يعني مش قادره اقول لكم انا مبهوره بالنتيجه قد ايه. انا نفسي كنت متفاجئه يعني اللي هو بجد يعني. انا ما استنيتش اصلا لحد ما اروح للراجل عشان يعملها لي. انا فكيت البنطلون وقعدت افرجه لان انا كنت عايزه افهمه الفكره وحاسه انه مش هيستوعبها معايا قوي او مش لحاجه يعني ان جديده عليه او ما شافهاش قبل كده. ففعلا رحت مسرجاها على ايدي كده. قال لي ايه ده بنطلون؟ قلت له اه ده بنطلون وانا حولته جيبه. يعني فكيت الحته دي ودخلت دي على دي وكل ده سرجته. ومن ورا برضو رحت يعني عامله كده اهوت ومسرجه بالابره والفتله. وقلت له دي انا عايزه اقفلها زي الجيبه بالظبط. اخدها بصراحه يعني ومسكها ظبطها يمين وشمال ومشى هنا على الخطين دول باللون زي اللون البيج ده اللي هو البني ده عشان يخليها زي تقفيل الجينز بالظبط. ومن ورا برضو نفس الحكايه. لو تاخدوا بالكم هتلاقوا من ورا برضو نفس الحكايه ان الخطين اللي ورا دول ما خدهاش خياطه عاديه كده، لا دخلها قفلها ده على ده ومشى عليها خطين زي الجينز بالظبط زي اللي قدام كده. خد كام بقى في كل ده؟ 40 جنيه. والله العظيم حرفيا 40 جنيه. وكان طالب 30. قلت له لا خد اللي انت عايزه. قال لي خلاص هاخد 40. فبجد فعلا دي كانت النتيجه. مبهوره
وبدور على البنطلون تاني لون تاني علشان اعمل في جنس عندي برضو مش بلبسه ناشف كده، وعايزه اعمله نفس الفكره بتاعت الجيبه دي. لقيتها عمليه جدا ومريحه جدا في اللبس، ما كنتش متوقعه ان هي هتبقى كده اصلا يعني، لا. وفيها فتحه صغيره طبعا. لبست عليها هاف بوت، لو انت مش حابه فكره الهاف بوت عليها او عايزه تلبسي كوتشي ممكن يعني تقفلي الفتحه شويه، او تلبسي شراب اسود لو انت حابه يعني هنتصرف مش هنقول لا. لبست عليه زي ما انتم شايفين شميز باللون اللبني، وكده حطيت زي بلوفر كده زي ديمي سيزون صح اللي هو خريفي، وحطيته كده عشان يدي شكل. وكمان رحت عامله ايه بقى، مسكت الكلاتش ده كده وانا مع نضاره سودا، واتعمل اوتفيت يعني ما كلفنيش الهوا. 40 جنيه، شوز قديمه من عندي، بنطلون كان بنطلون وحولته لجيبه، ده عندي، كل حاجه عندي. وده كان ما فيش، ما كلفتش، ما عملتش حاجه. طيب لو لبست السكيرت دي على كوتشي وغيرت الحزام وغيرت اللي هتدي نتيجه تانية، تعالوا نشوف ممكن ايه اللي يحصل. ده الاوتفيت التاني، غيرت الطرحه بقت باللون الابيض و باللون الاصفر الفاتح، والشنطه زي ما انتم شايفين كده. غيرت البلت، معرفش باين ولا لا، باللون الابيض، ولبست على كوتشي. ايه رايكم؟ ولو عايزه اعمل اوتفيت تالت ورابع وخامس هعمله، لان الجيبه عمليه جدا جدا، وبجد انا مبهوره من النتيجه بامانه. استنوا نسيت اوريكم النضاره، استنوا ما خلصتش كلام، استنوا. والنضاره باللون الموف او لبن، يعني هي لبني في موف. ايه رايكم؟ كان لازم حته النضاره دي ولا ايه؟ بامانه حبيتوا الفكره ولا لا؟ انا حبيتها، حبيتوها معايا ولا لا؟ فكره ان انا اخد حاجه عندي احولها لحاجه، يعني انا ده ما كنتش بلبسه تماما زي ما قلت لكم في اول الفيديو، طوله مش حلو خالص ومش عملي، مش شايفاه حلو عليا. حولته لحاجه انا حباها وطالعه موضه جدا ومبهوره بالنتيجه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبجد يعني لو عجبكم لايك، ما تنسوش اللايك عشان ده مهم جدا لدعم القناه. ولو اول مره تشوفوني سبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا لي في الكومنتات انتوا حبيتوا الفكره ولا لا، وعايزيني اعمل فكره الجيبه باللون التاني اللي هي نفس الفكره كده بس بلون تاني، واعمل لها كذا اوتفيت. يا ريت تبلغوني في الكومنتات، هكون مبسوطه جدا. ويا رب تكون الفيديو كله كان حلو وممتع بالنسبه لكم، وتكونوا اتبسطتوا معايا زي ما انا مبسوطه دلوقتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.